السلام عليكم. عندك كبد وقوانص مش عارفه تعملي بيها ايه؟ الولاد مش بيحبوها. تعالي جربي معايا الوصفه دي وهتعجبكم ان شاء الله. نصلي على الرسول ونبدا مع بعض. اول حاجه بنجيب حله بنحط فيها زيت وبصله ونقعد كده يعني نديها تشويحتين لحد ما تاخد لون دهبي فاتح. بننزل عليها بالكبد والقوانص متقطعه صغنن، وتكون طبعا مغسوله ومنقوعه متنضفه كويس جدا. تمام. وهنديها بقى تقلبتين كده، وبعد كده بننزل عليها بفلفل اسود، وكمان بنضيف بهارات لحمة أو 7 بهارات، وبنحط ورق لورا وحبهان وفص من المستكة، وضفت كمان 2 من القرنفل الصحيح، وممكن نحط بودر، وحطيت قرفة وكاري وكركم. بس هي دي البهارات اللي انا حطيتها. لو بتحب تضيف اي بهارات تانية ضيفيها على الخليط بتاعنا. تمام. وبعد كده بنديله تقليبتين كده في الزيت، وبننزل عليه بمقدار المية اللي احنا هنطبخ بيه الرز. يعني مثلا هتطبخي كوبايتين رز هتحطي كوبايتين مية. ماشي تمام. اول لما المية تغلي معانا بنضيف فيها الملح على حسب برضو كمية الرز اللي هتطبخيه، وننزل عليها بالرز المغسول ونقلبه لحد لما يشرب المية بتاعته خالص زيه زي تسوية الرز العادي. نروح نحطه على نار هادية جدا ونوطي عليه ونغطيه لحد ما يستوي. تقريبا بيقعد نص ساعة، ونقلبه كده بعد مرور تلت ساعة تقريبا. طعمه لذيذ جدا جدا جدا. لو عجبك الوصفة ما تنسيش تعملي لي لايك ومتابعة عشان بإذن الله يوصلك كل جديد. شكرا لكم ولدعمكم. باي باي.